هنتعلم مع بعض الاوفيتسيال سايت، وهي الساعة الرسمية اللي هي بتكون عبارة عن 24 ساعة. 24 Stunden. هو بس هنا في ان ناقصة. المهم يعني هنقولها ازاي او هنعملها ازاي. هي اسهل بكتير من الساعة الغير رسمية. بس ما تحط الام. تمام. المهم ان هي اسهل كتير جدا من الساعة الغير رسمية. ليه؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اول حاجة بيقولك بتبدأ ازاي. fangen wir mit der Stunde dann Minuten an. يعني احنا بنبدأ بالوقت وبعد كده الساعة، ودوا بعد كده دقايق. عذرا، يعني احنا بنبدأ بالوقت وبعد كده الدقايق، ودوا بالظبط عكس اللي بيحصل في الساعة الغير رسمية. يعني بقول شتوند الساعة مثلا، بعد كده احط كلمة او لازم اكتبها، بعد كده بحط الدقايق. طيب خلينا ناخد مثل عشان نفهم. هو الموضوع سهل جدا زي ما قلت لك. يعني مثلا انا دلوقتي قدامي 19/5، فانا 19 دي انا اصول ابقى عارف هي الساعة كام. 19 يعني الساعة 7، فانا ازاي اعرف اقول الساعة 7:05 بالألماني بطريقة رسمية؟ بتستخدم في الكتابات الرسمية، برضو ممكن اتكلم بيها، ولكن في الأغلب يعني في الكلام في الأونجانجشباخة. يعني الأونجانجشباخة هي اللغة العامية اللي بنستخدمها يعني احنا في ألمانيا عموما. بستخدم الطريقة الغير رسمية. طب ليه احنا بناخد ده بتاخده عشان لو بتكتب ايميل رسمي لازم تحط الوقت بطريقة رسمية. لو شفته تعرف تترجمه، لو سمعته برضو تبقى فاهم اللي بيكلمك بيقولك ايه. تمام. طيب المهم هقولها ازاي. زي ما قلت لك بتكتب الوقت. يعني ايه 19 بالالماني؟ يعني 19. بعد كده بحط كلمة او 5. الملحوظة صغيرة ان هما لازم يبقوا لازقين جنب بعض. طيب انا ليه مفرقاهم؟ انا مفرقاهم عشان بس تشوفهم انت. تمام. طيب حاجة تانية انا عايزة اقولها لكم، وهي ان انت لازم تبقى مذاكر الارقام كويس جدا علشان تعرف تقول الساعة. يعني معلش عذرا، يعني لو انت لسه بتشوف الفيديو ده وانت ما تعرفش الارقام بالالماني فلا، اقفل الفيديو ده لانه فعلا مش هيفيدك، وادخل في فيديو الارقام هتلاقيه موجود عندي الدرس التاني بالظبط في المستوى الاول الاينز، وشوفوا وذاكرهم كويس جدا. وبعد ما تتقن الارقام ساعتها بقى نتعلم الساعة، هيبقى الموضوع سلس بالنسبة لنا. تمام. طيب يلا بينا نكمل. رقم 2 مثلا انا ازاي عايزه اقول الساعة 5، فاقول 5 Uhr، وطبعا دي مقصود بيها 5 الفجر. تمام. طيب الساعة 14 دي اللي هي الساعة 2. خلي بالكم احنا ماشيين بنظام ال 24 ساعة. طب 14 يعني بالألماني يعني 14، فاقول 14 Uhr. تمام. طيب انا عايزه اقول 13:45، يعني عايزه اقول الساعه 2 الا ربع. اقولها بقى ازاي؟ بقول الارقام اللي قدامي، انا ما بحاولش اتعب نفسي، على عكس الساعه الغير رسميه. انا بنصح دايما ان احنا نتعلم الساعه الغير رسميه الاول وبعد كده الرسميه. ليه؟ الواحد لما بيتعلم الحاجه الاصعب فبالنسبه له لما يجي بقى في الحاجه السهله ايه ده سهل قوي، فيبدا يحب اللغه اكتر. يعني فاهمني؟ طيب فانا هكتب 13. يعني ايه 13؟ يعني 13. بعد كده هقول او، بعد كده 45 14. هو بس هنا في في غلطة صغيرة، هو برضو اصول يبقى 45. طيب هو ثانية واحدة بس كده نعمل اللاب دويتش عشان نعرف نعمل الاملاوت. 5 und و 40. انا ممكن اقول 40 او 40، الاثنين صح. هي 40 دويتش الماني، و40 لهجه نمساويه. تمام. فالاثنين صح. انا بس بقول لكم عشان لو سمعت ده او سمعت ده او ايا كان انت فين ما تستغربش. تمام. طيب بعد كده بقى رقم 5 زي اقول الساعه 3:30، هقول الساعه 3:30. زي ما انت شايف كده انا حرفيا بكتب ارقامهم. الموضوع سهل جدا، ودوا يوبونج يعني تمرين صغير ليك. خلينا بقى نحل مع بعض التمرين دوا. رقم 1 ازاي اقول الساعة 4:30؟ هقول فيها، نعمل كده و 3 الساعة 4:30. طيب اكملنا بقى. انا خلاص انا دلوقتي قلت لكم ان انا كنت مفرقاهم عن بعض عشان تعرفوا تكتبوه، فانا هبتدي ان انا اضم الارقام على بعض.
ازاي؟ ان انا اقول الساعة 2:14 اللي هي 2:45 يعني 3 الا ربع. ازاي اقولها دي؟ هكتب الرقم زي ما هو. يا ترى 14 يعني ايه؟ يعني 14. طيب بعد كده Uhr 45 5 und ايه بقى 40. حلو جدا. طيب انا هعطيكم الباقي واجب، هما كتير شوية انا عارفة، ولكن صدقوني لما انت بتحل بايدك هتبتدي انت تتمرن، هتحس ان الدنيا اسهل. طيب انا هبدأ اقرأ لك. الساعة 3 هنقول الساعة 10، بعد كده الساعة 4، الساعة 6 ونص إلا 5. رقم 5 زي اقول الساعة 8 ونص إلا 5. رقم 6 زي اقول الساعة 8 صباحا ونص و5 دقايق. رقم 7 هقول الساعة 15 اللي هو 3 وربع. رقم 8 هقول الساعة 11:45 اللي هي 12 الا ربع. والساعة 9 هقول الساعة 12 ونص. والساعة 10 هقول الساعة 11 ونص. ده هيكون الهاوس اوف جابا بتاعكم. يعني ايه هاوس اوف جابا؟ هاوس اوف جابا يعني واجب. ده الواجب بتاعكم، انتوا لازم تعملوه واكتبوا لي الاجابات في الكومنتس وانا هصححه لكم. تمام.